أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 95 من كرة مع العمدة، والحلقة 27 من حلقات الموسم الرياضي 2022-2023. عارفين ليه مصر فشلت في الفوز بكأس الأمم الأفريقية وفشلت في التأهل لكأس العالم لكرة القدم؟ أولا عشان استاد النادي المصري اتهد، وثانيا عشان جماهير الأندية الشعبية اتحرمت من تشجيع أنديتها بأعداد غفيرة. خلينا في أولا لاعيبة الأهلي والزمالك اللي هم القوام الرئيسي لمنتخب مصر، لما كانوا بيجوا يلعبوا قدام النادي المصري في بورسعيد كانوا بيتعودوا على الضغط الجماهيري، لأن الاستاد كان بيبقى مليان جمهور على آخره، وخصوصا في المباريات الجماهيرية الكبيرة. طبعا هيطلع واحد يقول لي هو استاد النادي المصري بس هو اللي كان بيبقى مليان جمهور؟ ده استاد إسماعيلية برضه كان بيبقى مليان جمهور، واستاد القاهرة واستاد اسكندرية. طبعا كلام مظبوط، لكن استاد النادي المصري كان له طعم تاني. والدليل على كلامي ان المنتخبات المصريه سواء الاول او الاولمبي او الشباب او الناشئين، لما كان بيبقى عندهم بطوله مهمه او مباراه مهمه، خصوصا لو المباراه دي في المغرب او تونس او الجزائر، كانوا بيعملوا قبلها معسكرات في بورسعيد ويلعبوا مباريات وديه في بورسعيد عشان يتعودوا على الضغط الجماهيري اللي هيلاقي زيه في الملاعب الافريقيه والعربيه. ويا سلام بقى لو المنتخبات المصريه عندها مباراه مهمه المفروض انها تتلعب في مصر، على طول كانوا يقرروا لعبها في بورسعيد على استاد النادي المصري عشان يستفيدوا من المؤازرة الجماهيرية الكبيرة والدعم الجماهيري من جمهور بورسعيد العظيم، وكمان عشان الفريق الضيف ينزل الملعب وهو عنده رهبة وخوف من الملعب اللي مليان جمهور على آخره. ندخل بقى على ثانيا، لما استاد النادي المصري اتهد جمهورنا قعد 10 سنين متشحطط ورا فرقته، شوية بيلعب في السويس وشوية في اسماعيلية وشويه برج العرب، وبعدين رجعنا السويس تاني. مباريات كتير مهمه لعبناها من غير جمهور، مباريات كتير جماهيريه في المقام الاول اتلعبت بحضور عدد ضئيل جدا من الجمهور. وكانت النتيجه ايه؟ النتيجه ان الجيل الحالي من اللعيبه في مختلف الانديه اتعود خلاص على رؤيه المدرجات خاليه من الجماهير، وعشان كده اي منتخب من مصر لما بيروح يلعب اي مباراه في اي دوله بيتخض من منظر الجماهير هناك. وخير دليل على كلامي المنتخب الاول لما راح يلعب مباراته المصريه مع السنغال على ملعبها في التصفيات المؤهله لكاس العالم، ما عرفش يحقق النتيجه المطلوبه منه بسبب الضغط الجماهيري الرهيب اللي كان هناك. نفس الكلام حصل في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون وكاس العرب في قطر. لاعيبه المنتخبات المصريه حاليا مش متعوده على اللعب تحت ضغط جماهيري. يبقى الحل ايه؟ الحل انك كاتحاد كوره او رابطه الانديه او اي حد مسؤول عن تنظيم البطولات المحليه في مصر لازم تسمح لجماهير الانديه الشعبيه انها تشجع انديتها وباعداد كبيره كمان، مش تتحجج على الفاضيه والمليانه وتطلع لي قرار بحرمان جماهير نادي شعبي وجماهير كبير زي النادي المصري من تشجيع فرقتها. وقال ايه؟ عشان السباب الجماعي. ما كل الجماهير في مصر بتشتم. يا ترى بقى كل الجماهير اتحرمت من تشجيع فرقها؟ وبورسعيد والنادي المصري اللي ياما اتشتموا كان حد جاب لهم حقهم من اللي شتمهم؟ وحتى لو جمهور النادي المصري غلطان وشتم فعلا، هو شتم مين يعني؟ شتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا شتم رئيس الجمهورية؟ ولا شتم وزير الداخلية؟ يا اتحاد الكورة يا رابطة الأندية، إذا كان لازم ولا بد تاخدوا قرار بخصوص جماهير النادي المصري يبقى تكرموهم، لأنهم ياما وقفوا جنب المنتخبات المصرية في مناسبات كتير. جمهور النادي المصري مش مجرد جمهور ماسك طبلة وزمار، ده جمهور وطني بيعبر عن حبه لوطنه من خلال فرقة بلده ومؤازرته دايما ليها في كل مكان. يبقى لازم على كل واحد في مصر مساعدته على تأدية دوره، مش وضع عقبات قدامه. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.